اسمع كلام الإمام النووي، كلام جميل في سوء الظن أو الظن السيء بالمؤمنين. ماذا يقول الإمام النووي؟ ودي يا أحبابي نتأمل هذا الكلام. يقول: واعلم أن سوء الظن حرام مثل القول. هل يجوز الإنسان أن يتكلم على إنسان يشتمه؟ حرام. يغتابه؟ حرام. ينم عليه؟ حرام. هذا حرام بالاتفاق. يقول الإمام النووي: حرام أن تتكلم فيه بسوء، وحرام أن تسيء الظن به. فكما يحرم أن تتحدث على غيرك بمساوئ، فإنه يحرم عليك أن تحدث نفسك أيضا بذلك وتسيء الظن بإخوانك. في غيبة اسمها غيبة قلبية، وفي غيبة مقالية، وفي غيبة فعلية. الغيبة الفعلية: فلان إيش معنى هذا؟ ولا فلان سمين أو قصير، هذه فعلية. الغيبة القولية: فلان كذاب، فلان بخيل، إلى غيره. لكن فيها أحيانا غيبة قلبية، وهي أن يجتمع الإنسان مع نفسه ويناظر في واحد خطيب قال إيه والله من الرياء والنفاق. اللهم صل على يا ابن الحلال، عين خير، سبح. قال أعطى، حط في صندوق أو أعطى فقير، قال إيه عشان الناس وراك. الله أكبر. اللي مهب لله باطل. وما نطق بكلمة. واحد ما شاء الله رآه، ما شاء الله صلى بنا ثم قرأ فبكى، قال إيه هذه يا مال الشرقة اللي تخليك ما تنطق. ليه يا أبو فلان؟ قال هذه دموع مهب لله. يا شيخ، مع أنه ما تكلم لكن أساء الظن بإخوانه. هذا المريض، هذا فاسد القلب والروح، إذا كثر اجتماعه مع شيطانه في قلبه دون نطق أحرق الشيطان قلبه. ولهذا بعضهم مقطع براطمه، الله يجزاه خير، يقطع في براطمه، منقهر من نجاح الناجحين. ولذلك سوء الظن بوابة لكل رذيلة. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يوصل الكذب. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. لاحظ انطلاقه بالظن وبعدين انتهى بالتجسس.